إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير ممن كثر وألهى، وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها الأحبة، أتحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الأخوة الأحباب، لماذا الابتلاءات ولماذا المحن؟ ولماذا يترك الله دماء المستضعفين في فلسطين تسفك وأشلاءهم تمزق؟ ولماذا يقتل الشيوخ والنساء والأطفال؟ لماذا الابتلاءات ولماذا المحن؟ ولماذا يترك الله دماء المستضعفين في فلسطين تسفك؟ لماذا يترك الله دماء المستضعفين في فلسطين تسفك وأشلاءهم تمزق؟ ولماذا يقتل الشيوخ والنساء والأطفال؟ أين الله وأين ربنا؟
أسئلة خطيرة حتى قال قائل أين ربكم؟ وإني بمشيئة الله تعالى سأرد على كل هذه الأسئلة، وأريد أن أعرفكم أيها الأخوة الأفاضل أنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدر وحكمة، أنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدر وحكمة. لا تتصور أن شيئا ما يقع في هذا الكون الكبير الفسيح من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض إلا بقدر الله جل وعلا. لا تتصور أيها الأخ الحبيب أن شيئا ما يقع في هذا الكون الكبير الفسيح من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض إلا بمشيئة الله جل وعلا، إلا بقدر الله ومشيئته جل وعلا. بل وقد كتب الله وقوع هذا الشيء في الكون قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر ركن ثالث من أركان الإيمان بالله. والإيمان بالقدر ركن ثالث من أركان الإيمان بالله جل وعلا. لا يصح إيمان المرء إلا إن حقق هذا الركن مع بقية أركان الإيمان. لا يصح إيمان المرء إلا إن حقق هذا الركن مع بقية أركان الإيمان. روى الإمام مسلم في صحيحه بمقدمته البديعة النافعة قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني. كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين،
فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقولون هؤلاء في القدر، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقولون هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، وفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فوفق لنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيحمل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم أي يبحثون عن غوامض العلم، أي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر شأنهم، ويزعمون ألا قدر، يا الله، يزعمون هؤلاء ألا قدر. فقلت أبا عبد الرحمن أنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم أي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ويزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع ويحدث. يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد ما أن يقع ويحدث. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برؤاء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد وأنصفه لا يقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر، يا الله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برؤاء مني،
والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد وأنفقه لا يقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم طلع علينا رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم طلع علينا رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. ثم سأله عن الإسلام ثم قال له: أخبرني عن الإيمان. وهذا هو الشاهد. وهذا أيها الإخوة هو الشاهد. فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان بالله أن نؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان أيها الأحبة فمن أركان الإيمان بالله جل وعلا أن نؤمن بالقدر خيره وشره. فما وقع لإخواننا في غزة وما سفكت قطرة دم واحدة وما تناثرت قطعة لحم واحدة ولا هدم بيت ولا هدم مسجد ولا هدمت مستشفى ولا أحرقت مزرعة ولا قتل هؤلاء إلا بقدر. فما وقع لإخواننا في غزة وما سفكت قطرة دم واحدة وما تناثرت قطعة لحم واحدة ولا هدم بيت ولا هدم مسجد
ولا هدمت مستشفى ولا أحرقت مزرعة ولا قتل هؤلاء إلا بقدر. لا يقع شيء في الكون كله إلا تحت سمع الملك وبصر الملك. لا يقع شيء في الكون كله إلا تحت سمع الملك وبصر الملك وبعلم الملك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. لا يقع شيء في الكون كله. أيها الأخ الفاضل، أيتها الأخت الفاضلة، لا يقع شيء في الكون كله إلا تحت سمع الملك وبصر الملك وبعلم الملك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يا الله يا أرحم الراحمين، أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وفي صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أي حتى الذكاء والفطنة والعجز والمرض والضعف إلى غير ذلك، كل شيء بقدر. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، أن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، أي بأرحام النساء على وجه الأرض. إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك
لله جل وعلا: أي ربي نطفة، أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي أذكر أم أنثى، أي ربي أشقي أم سعيد، أي ربي ما رزقه، أي ربي ما أجله. وفي رواية: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. يا الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك لله جل وعلا: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي أذكر أم أنثى، أي ربي أي شقي أم سعيد، أي ربي ما رزقه، أي ربي ما أجله. وفي رواية: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. لا بد أن تكون على يقين أخي وحبيبي في الله بهذا المعتقد، وألا تعصف ريح الشك بقلبك أبدا. فلا بد أيها الأخ الفاضل أن تكون على يقين بهذا المعتقد، وألا تعصف ريح الشك في قلبك أبدا. لا تتخيل أن شيء يقع في الكون، أن شيء يقع في كون الملك بغير أمر الملك. كل شيء بقدر وحكمة. أو أن شيئا يقع في الأرض بغير إذن خالق السماوات والأرض. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. أيها الأخ الفاضل، لا بد أن تكون على يقين بهذا المعتقد، وألا تعصف ريح الشك بقلبك أبدا. لا تتخيل أن شيئا يقع في كون الملك بغير أمر الملك، أو أن شيئا يقع في الأرض بغير إذن خالق السماء والأرض. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمرك إلا في كتاب. لا يعمر من معمر ولا ينقص من عمرك إلا في كتاب. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قل اللهم مالك الملك
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أيها الأحبة، فوالله لا يقع شيء في الكون إلا بقدر وحكمة وبعلمه جل وعلا، ولا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر ملك الملوك. حقيقة إيمانية قرآنية عقدية. فوالله لا يقع شيء في الكون كله إلا بقدر وحكمة وبعلمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولا تزول دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر ملك الملوك. الله أكبر. إلا بأمر ملك الملوك. حقيقة إيمانية قرآنية عقدية. يجب أن يستقر هذا المعتقد في القلب. يجب أيها الإخوة أن يستقر هذا المعتقد في القلب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوب الأمة وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وفي قلوب الأمة وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.